نعم. أي سحر أيا كان، لو كل واحد فيكم وهو يمشي في بيته في سيارته وخاصة في المنزل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترتيب بسم الله الرحمن الرحيم، يرتل ويرفع الصوت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. على طول وانتم تمشوا في بيتكم، وقد الآية اللي قبل شيء فوقع الحق. شوف في أحد يقول لي اسكت، على طول يتأثرون، عندهم عارض يتأثرون، عشان تعرفيني عليان وأنت ما في العافية. على طول مباشرة تقولين الآيات هذه ترددونها بكثرة. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون. وتستمرون بقراءة الآية هذه، سيبطل وين ما يكون يبطل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه عقد والعقد الحل فيها أن نفكفكها بالقرآن. تقولون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والله لو كل رجال في البيت قرأها على زوجته، لو فيها سحر وناري وترابي وكوكب ومعلق ونجوم ومدفون ومأكول ومشروب ومرشوش وبالأسماء وباللمس وبالأسماء وبالملابس، والله إنه يروح. بس ما للأسف الشديد الشباب والأخوان في البيوت نايمين، وإذا تعبت الوحدة لقطها عنده وراح وداها الراقي. هذه مشكلتكم.